بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في قضية الحاكمية. وبعد أن ذكرنا أصول هذا الباب التي ينبغي لكل مسلم أن يستمسك بها، نتكلم بحول الله وقوته عن الأصول الفاسدة التي تكلم بها المخالفين والطروح التي تطرح في هذا الباب، حتى يتبين للناظر تهافت تلك الدعاوى. فبعد التحقيق العلمي بإذن الله تبارك وتعالى والرد إلى الكتاب والسنة، يتكشف بعد هذا البيان بحول الله وقوته لأهل الحق والإنصاف والتجرد ما عليه أهل الزيغ من باطل، فيرجع إلى الحق بإذن الله تبارك وتعالى. أكبر شبهة يستمسك بها المداخلة والجدد هو قياس التحاكم على الطاعة، فقالوا أن التحاكم هو فرع عن الطاعة، أو هو فرد من أفراد الطاعة. وفي المقابل قرروا أن الطاعة قد تكون شركا أو كفرا في باب الكفر فقط، وألحقوا التحاكم بالطاعة في ذلك، فيكون التحاكم كفرا في باب الكفر أو في باب الحكم المبدل مع تجريم الشريعة. فزيادة تجريم الشريعة هذا حقيقة تحديث منهم على العقيدة، وهي زيادة حديثة أحدثوها لما طرحوا فرعا، وهو حكم تارك الحدود أو حكم ترك الحدود. طبعا على هذا التأصيل يكون التحاكم ليس بعبادة التي من أشرك في بعضها كمن أشرك في كلها، لأن العبادة إنما هي كتلة واحدة لا تتبعض. فالتحاكم من صرف التحاكم إلى الطواغيت الحاكمين بغير شرع الله تبارك وتعالى يكفر بالله تبارك وتعالى. ليس كذلك، بل هي عندهم من الطاعة أو فرع عن الطاعة، قاسوها على الطاعة فجعلوا التحكم منه مباحا، وهو النصيب الأكبر في القضايا، ومنه كذلك معصية، وهذا يجوز في حال الضرورة فيصير كذلك مباحا. ومنه لأن التحاكم لا يكون إلا ضرورة حقيقة، فلما جعلوه معصية فهو يعني كتجويز له حقيقة يعني. ومنه كفرا، وهذا معدود على الأصابع، لا تكاد له تجد أو لا تكاد تجد له صورة بعدما أخرجوا التحاكم في الحدود، وكذلك التحاكم في التبديل. نعم. قبل الشروع في هدم هذا التخريف لا بد أن نعلم الفرق بين العبادة والطاعة. يعني من أهم المسائل التي ينبغي أن تذكر ابتداء هو الفرق بين الطاعة الفرق بين الطاعة والعبادة. الطاعة في اللغة هي الانقياد، كما قال الخليل الفراهيدي، قال: والطاعة اسم لما يكون مصدره الإطاعة وهو الانقياد. قال: وهو الانقياد. والطواعية قال: اسم لما يكون مصدره المطاوعة، يقال طاوعت المرأة زوجها طواعية حسنة، ولا يقال للرعية ما أحسن طواعيتهم للراعي، لأن فعلهم الإطاعة، بل يقال يعني ما أحسن طاعتهم للراعي. قال ابن فارس: الطاء والواو والعين أصل صحيح يدل على الإصحاب والانقياد. يدل على الإصحاب والانقياد. يقال: طاعه يطوعه إذا انقاد معه ومضى لأمره، وأطاعه بمعنى طاع له، ويقال لمن وافق غيره قد طوعه. يقول الراغب الأصبهاني كذلك: الطوع الانقياد ويضاده الكره. يضاده الكره. قال عز وجل: أتينا طوعا وكرها. وقال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا
وكره، قال والطاعة مثله، لكن أكثر ما تقال في الائتمار لما أمر والارتسام فيما رسم، يعني الموافقة في الظاهر قصده. وقال تعالى ويقولون طاعة، وقال طاعة وقول معروف، أي أطيعوا، وقد طاع له يطوع، يعني أطاعه يطيعه. نعم. يقول الجوهري كذلك وطاع له يطوع إذا انقاد. إذا انقاد. صاحب كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار قال وقال بعضهم بينهما فرق، طاع انقاد، وأطاع تبع الأمر ولم يخالفه، وكلاهما قريب من معنى واحد، راجع إلى امتثال الأمر وترك المخالفة. شوف، امتثال الأمر وترك المخالفة، وهو معنى الطاعة عند العلماء. نعم. فالطاعة حاصل ما ذكره أهل اللغة هنا في كتب المعاجم، أن الطاعة هي الانقياد. الطاعة في لغة العرب هي الانقياد. نعم. طيب، ما هي العبادة؟ العبادة في لغة العرب هي الطاعة مع الخضوع. طاعة مع خضوع، أو قل انقياد مع خضوع. قال أبو منصور: ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع. الطاعة مع الخضوع. ويقال طريق معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطء. قال وبعير معبد إذا كان مطليا بالقطران. وقيل أيضا هي الانقياد والخضوع. البغوي يقول ومعنى العبادة في اللغة التذلل والانقياد. نعم. قال الثعلبي وأصلها الخضوع والانقياد. والطاعة والذلة يقال طريق معبد إذا كان مذللا موطوءا بالأقدام. قال طرف تباري عتاق الناجيات، وأتبعت وظيفا فوق مور معبد. قال وبعير معبد إذا كان مطليا بالقطران. وقال طرف إلى أن تحامتني العشيرة كلها، وأفردت إفراد البعير المعبد. قال وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده لمولاه. إذن الطاعة في لغة العرب هي الانقياد، والعبادة هي انقياد مع ماذا؟ مع ذل وخضوع. فالطاعة في اللغة هي أعم من العبادة، حيث أن العبادة هي طاعة مع خضوع وذل، وهذا لا شك أنه أخص من مطلق ماذا؟ الطاعة. فبينهما عموم وخصوص مطلق، فالطاعة أعم من العبادة. أما في الشرع أو في مصطلحات أو في اصطلاح العلماء، الطاعة هي امتثال الأمر اختيارا. الطاعة هي امتثال الأمر اختيارا، أو قل أو عدم المخالفة له. امتثال الأمر اختيار على جهة الاختيار، أو عدم المخالفة له. قيل كذلك في تعريفها الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي. أي توافق الله فيما يريده منك إن أمرك. قال فالطاعة فعل المأمور به، وإن نهاك فالطاعة ترك المنهي عنه. الحاصل أو في ألفاظ العلماء في تعريف الطاعة أنهم يفسرونها بامتثال الأمر، أو باتباع الأمر اختيارا، أو هي موافقة الأمر الشرعي الديني الشرعي. فدخل بذلك كل امتثال للمكلف وموافقة لمراد الله تبارك وتعالى أو أمره. نعم. أما العبادة في الشرع فهي طاعة مع خضوع واستكانة وتذلل. طاعة مع خضوع واستكانة وتذلل. نعم. كذلك هي في الشرع كما نعم. كذلك يعني تفسير العبادة في الشرع هو نفسه تفسيرها في ماذا؟ في اللغة. يعني يقول الطبري معنى العبادة الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. نعم. فالعبادة
في الشرع هي كذلك خضوع لله تبارك وتعالى بالطاعة وتذلل له بالاستكانة، فهي انقياد مع خضوع، فهي انقياد مع خضوع. فترى أن كذلك العبادة في المعنى الشرعي إنما هي أخص من الطاعة، هي أخص من الطاعة، كما ذكر ذلك الطبري في تعريفها، يقول: العبادة هي الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة، والتذلل له بالاستكانة. طيب، إذا قيل أنه قد وقع في كلام بعض العلماء تعريف العبادة بالطاعة، بعضهم يطلق يعرف العبادة بالطاعة، فنقول أن تفسير العبادة بالطاعة إنما هو من التفسير باللازم. لماذا؟ لأن لازم العبادة أن يكون العابد مطيعا لمن عبده. لازم العبادة أن يكون العابد مطيعا لمن عبده بها. يقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. فمن أقام الصلاة، فمن صلى، فقد امتثل الأمر، فقد أطاع الله تبارك وتعالى في ماذا؟ في هذه العبادة. نعم، فثم تلازم بين العبادة وبين الطاعة، يعني لا يكون العابد عابدا حتى يطيع من عبده فيمتثل، يعني ابتداء يكون امتثال الأمر لي، سواء كان عبادة، سواء كان صلاة أو كان زكاة أو كان حج أو نحو ذلك. فكل عابد يسمى مطيع، يسمى مطيع. فمن فسر العبادة بالطاعة فقد فسرها بلازمها. أو يقال أنه لما كانت العبادة لا تحصل إلا بالطاعة، نعم، العبادة لا تحصل إلا بالطاعة، جاز تفسيرها بذلك، وهو من التفسير باللازم، وإن كان يعني أكثر العلماء حقيقة قيدوا نعم، قيدوا العبادة هي الطاعة التي معها الخضوع، ليس العبادة هي الطاعة مطلقا، ليس كذلك، بل قيدوها بماذا؟ بالعبادة هي طاعة مع خضوع وتذلل، وهذا فيه إشارة إلى أنها ليس مطلق الطاعة، بل هي طاعة مخصوصة. هذا أشار إليه بعض الحنابلة، ذكره ابن نجار الفتوحي الحنبلي في شرح مختصر التحرير، يقول: وكل قربة، قال وهي ما قصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى على وفق أمره ونهيه طاعة. كل قربة وهي ما قصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى على وفق أمره ونهيه طاعة، ولا عكس. نعم، لذلك العبادة إذا كانت على جهة الخضوع والتذلل تسمى طاعة. العبادة إذا كانت على جهة الخضوع والتذلل تسمى طاعة، فهي طاعة، ولا عكس. قال: وليس كل طاعة قربة، قال لاشتراط القصد في القربة دون الطاعة، فتكون القربة أخص من الطاعة. قال: فتكون القربة أخص من الطاعة، يعني العبادة أخص من الطاعة، فالطاعة أعم. أبو هلال العسكري يقول في الفروق، في كتابه الفروق، الفرق بين العبادة والطاعة، قال: أن العبادة غاية الخضوع ولا تستحق إلا بغاية الإنعام. هي غاية الخضوع ولا تستحق إلا بغاية الإنعام، يعني تستحق لله تبارك وتعالى. قال: ولهذا لا يجوز أن يعبد غير الله تبارك وتعالى، ولا تكون العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود، لا تكون العبادة إلا بالمعرفة بالمعبود. قال: والطاعة، يعني هذه العبادة أنها غاية الخضوع، فلا تكون أو لا تستحق إلا بغاية الإنعام. نعم. قال: والطاعة الفعل الواقع على حسب ما أراده المريد، فعل يقع على حسب ما أراده المريد، يعني الآمر، متى كان المريد أعلى رتبة ممن يفعل ذلك، يعني يشترط فيها ماذا؟ العلو، كما ذكره بعض أهل الأصول. وتكون للخالق والمخلوق، يعني الطاعة تكون للخالق والمخلوق كذلك بإذن الله تعالى. قال: والعبادة لا تكون إلا للخالق، نعم. قال: والطاعة في مجاز اللغة تكون اتباع المدعو الداعي إلى ما دعاه إليه، يعني الطاعة
تسمى مجازا عندهم في اتباع المدعو الداعي إلى ما دعاه إليه، وإن لم يقصد التبع، كالإنسان يكون مطيعا للشيطان وإن لم يقصد أن يطيعه، ولكنه اتبع دعاءه وإرادته. يعني طاعة الشيطان تسمى طاعة في مجاز اللغة عندهم، في مجاز اللغة عندهم، وليس على الحقيقة. نعم. لذلك كان طاعة الشيطان من جنس المعاصي كما سيأتي معنا. كلام أبو هلال العسكري هذا يقودنا إلى ذكر الفوارق بين العبادة والطاعة. ذكر الفوارق بين العبادة والطاعة لما قررنا أن هناك عموم وخصوص مطلق بين العبادة والطاعة، فثم فوارق جوهرية بين العبادة والطاعة. ابن تيمية عنده كلام جميل جدا في اختصاص العبادة بخلاف الطاعة. يعني العبادة تختص بأشياء لا توجد في الطاعة. وقال تعالى في الخوف والخشية والتقوى. يقول قال تعالى في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال فأثبت الطاعة لله والرسول، ومن يطع الله والرسول. قال فأثبت الطاعة لله والرسول وأثبت الخشية والتقوى لله وحده. قال ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. واتقوه. قال فجعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال كذلك قال فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة. المحبة كالطاعة. نعم. جنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ورسوله والإرضاء لله ورسوله. قال والله ورسوله أحق أن يرضوه. قال والإيتاء لله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. قال وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله. نعم. من الفوارق أن العبادة هي أخص من الطاعة. العبادة هي أخص من الطاعة كما سبق معنا في ماذا في التعاريف. كذلك العبادة ذل وخضوع، فتعلقها بالباطن أقوى، وإن كان مع إثبات التلازم بين الظاهر والباطن. أما الطاعة فهي انقياد فتعلقها بالظاهر أقوى. لذلك كان شرك الطاعة تعلقه بماذا؟ بالظاهر أقوى. تعلقه بالظاهر أقوى. كذلك من الفروق أن العبادة لا تجوز إلا لله وحده، والطاعة ثابتة لله تعالى ولغيره بإذنه جل وعلا. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك طاعة أولي الأمر الشرعي ليست عبادة لهم. يعني طاعة هؤلاء فيما أذن الله تبارك وتعالى في طاعته في المعروف فلا تسمى عبادة لهم. من هنا تدرك أن العبادة إنما هي شيء واحد لا ينبغي إلا لله عز وجل، فمن صرف منها شيئا لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. أما الطاعة أعم منها من العبادة، فتكون في حكم العبادة في أحوال، وقد لا تكون في حكم العبادة في أحوال أخرى. فطاعة غير الله تبارك وتعالى لها أحوال. طاعة غير الله تبارك وتعالى أصالة نوعان. النوع الأول هو طاعة أولياء الأمر الشرعي. لما نقول أولياء الأمر الشرعي مثل طاعة أولياء أولي الأمر، يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه محمودة مطلقا. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم محمودة مطلقا. كذلك طاعة أولياء الأمر الشرعي وهم ماذا؟ وهم العلماء وكذلك الأمراء وكذلك أمراء السرايا، وكذلك طاعة الزوجة لزوجها وكذلك طاعة الولد لأبيه. فهذه كلها تدخل ضمن ماذا؟ طاعة أولياء الأمر الشرعي. فهؤلاء أمر الله تبارك وتعالى بطاعتهم في المعروف. نعم. فهذه الطاعة التي ذكرنا وهي طاعة أولياء الأمر الشرعي، إما أن تكون طاعة لله عز وجل فيترتب عليها
الثواب. وقد حث الله النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة الأمراء كما قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. قال: ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. كذلك روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طاعة الله طاعة الوالد ومعصية الله معصية الوالد. نعم. وقد تكون معصية، يعني طاعة هؤلاء أولي الأمر الشرعي، نقصد بالأمراء وكذلك العلماء وكذلك الآباء، قد تكون معصية إذا كانت ماذا؟ في معصية الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة في المعروف. هذه النوع الأول من أنواع الطاعة، وهي طاعة أولي الأمر الشرعي، وذكرنا فيها ماذا؟ قسمان. الثاني طاعة الطواغيت، طاعة الطواغيت من دون الله تبارك وتعالى. ابتداء لا بد أن ننبه أن الطاغوت ليس له حق الطاعة وليس له صفة التشريع. كل ما صدر من الطاغوت فهو باطل، وهذا المعنى تؤكده النصوص يعني في كتاب الله تبارك وتعالى في كل مناسبات التشريع. فما من مرة يعني ورد في كتاب الله تشريعا إلا أشار إلى المصدر الذي يجعل لهذا التشريع سلطانه في الأرض. أما إذا أشار إلى شرائع الجاهلية وعرفها وتصوراتها وكذلك تحليلها وتحريمها، فهو غالبا يردف بقوله ما نزل الله بها من سلطان، ما نزل الله بها من سلطان، يعني في تجريدها من السلطان ابتداء. لماذا؟ لأنه إذا جردت من هذا السلطان بطل كونها ماذا؟ لها الحق في ماذا؟ في الحاكمية والتشريع. يعني المصدر الذي له حق في الحاكمية والتشريع هو أن يكون من الله ابتداء. أما إذا صدر من غير الله فلا شك أنه لا اعتبار له، لأنه لم يصدر من المصدر الذي تتلقى منها الأحكام وتقبل منها الأحكام. طبعا ورد النهي عن طاعة هؤلاء الطواغيت وفي آيات كثيرة في قوله: وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هذه قال قتادة وردت في قالوا أطعنا سادتنا وكبراءنا، قال رؤوسنا في الشر والشرك، رؤوسنا في الشر والشرك فأضلونا السبيل. كذلك قوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. روي كذلك عن خباب أنها نزلت في عيينة وكذلك الأقرع، وهؤلاء كانوا من كبار الرؤوس الكفر. نعم. فأصالة أن هؤلاء الطواغيت ليس لهم الحق في ماذا؟ في الحكم، وليس لهم الحق في التشريع، وكذلك ليس لهم الحق في الطاعة. فإذا أبطلنا لهم الحق في ماذا؟ في التشريع وكذلك الحكم، كذلك نبطل لهم الحق في ماذا؟ في الطاعة. نعم. طبعا متى تكون طاعتهم كفرا بالله تبارك وتعالى؟ متى تكون طاعتهم كفرا بالله تبارك وتعالى؟ نعم. وتسمى طاعة شركية، تسمى طاعة شركية، يعني طاعة أو شرك الطاعة، فهي ماذا؟ شرك الطاعة. نقول بأن طاعة الطواغيت المشرعين في مخالفة الشريعة، نعم، سماها الله تبارك أو سماها النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لهم أو عبودية لهم، كما في حديث عدي بن حاتم لما قال له قال ما عبدناهم، قال ألم يحلوا ويحرموا؟ قال نعم، قال تلك عبادتكم إياها. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في ماذا؟ في مخالفة الشريعة في التحليل والتحريم. فيأتي نص في يحلل فهؤلاء يحرمون ثم يلزمون فينقاد لهم ماذا؟ أو يتبعهم من تحت إمارتهم. نعم. هذه الطاعة تتضمن التلقي، فهؤلاء تلقوا من هؤلاء الطواغيت ويعني تلقوا منهم ماذا؟ التشريع، ثم دخلوا في ماذا؟ في طاعتهم على جهة العمل. وأقرب مثال لهذا
هو العمل في ماذا؟ في المؤسسات الطاغوتية. ثم مؤسسات، إنما هذه المؤسسات فيها قوانين ولوائح، فيها تحريم وفيها تجريم وفيها فيها مخالفة الشريعة، فيأتي هذا العامل فيعقد عقدا مع هذه الشركة، وهذا يسمونه قبول التكليف، ثم يدخل ويزاول هذا التكليف. فهذا لا شك أنه شرك في الطاعة، لا شك أنه شرك في الطاعة، حيث أنه ماذا؟ وجدت فيه ماذا؟ صورة شرك الطاعة. لذلك أنا كلما أذكر شرك الطاعة كأقرب صورة يتصورها طالب العلم في هذا الباب هو المؤسسات الطاغوت، يعني مؤسسة فيها نظام داخلي فيه مخالفة الشريعة، فيأتي هذا العامل فيعقد عقدا مع هؤلاء ثم يمتثل، يعني يتلقى عن هؤلاء. هذا فيه ماذا؟ فيه قبول التكليف، فيه اتخاذ، إن الله تبارك قال اتخذوا، فهم من اتخذ، هذا كأنه اتخذ هؤلاء أربابا ثم زاول ذلك بالدخول في العمل. نعم. وهذا الذي ذكره المولى تبارك وتعالى في نصوص كثيرة في شرك الطاعة، في قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، كما قال السدي في تفسير هذه الآية إن المشركين قالوا للمؤمنين كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضات الله وما ذبح الله فلا تأكلونه وما ذبحتم أنتم أكلتموه. فقال تعالى وإن أطعتموه، يعني فأكلتم الميت، كما قال السدي إنكم لمشركون. وهذا الذي قاله كما قال ابن كثير، قال هذا الذي قاله مجاهد والضحاك غير واحد من علماء السلف رحمهم الله تعالى في هذه الآية، قال حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قوله، فثم عدول عن أمر الله تبارك وتعالى. وهذا معنى مخالفة ماذا؟ الشريعة، والطاعة في مخالفة الشريعة. قال حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك. كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أو أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. نعم. هذا كذلك المعنى نبه عليه من تأخر، يعني من من تأخر من العلماء كعبد الرحمن بن حسن، قال وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان، يعني في حديث عدي طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله يقول عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها فجعلها عبادة. انظر يستدل بماذا؟ بآيات العبادة وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال ونظير ذلك ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه لقوله وإن أطعتموه إنكم لمشركون. قال وقد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم، مع من فيه تقليد، يعني اتخاذ هذا العالم مصدر للتلقي، فهو يقبل منه التكليف وينقاد في ماذا؟ فيما أمر به ونهى. قال وقد وقع في هذا التنزيل اللي يذكر عبد الرحمن بن حسن مهم جدا في فهم هذه النصوص. التنزيل اللي ذكر عبد الرحمن بن حسن مهم جدا في ماذا؟ في هذه النصوص. فذكر فيه تنزيل على التقليد. نعم. والتقليد كما تعلمون معروف، يعني نعم أخذ قول الغير من غير دليل وفيه اتباع وفيه تلقي ونحو ذلك. قال وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهذا هو الشرك. فالمقلد ما يعتبر بالدليل، حيث أنه يأخذ بقول شيخه من غير نظر في الدليل. هذه طاعة الطواغيت، فتكون طاعة شركية. نحن نتكلم عن الطواغيت هنا المشرعين والأرباب الذين يتخذهم الناس، مثل صورة الناس في هذا الزمان. صورة الناس في هذا الزمان هي الشرك في الطاعة، حيث أن الناس في هذا الزمان قد انتخبوا، يعني اتخذوا الناس انتخبوا، يعني اتخذوا أربابا، وهؤلاء يعني نوابهم في التشريع، فاتخذوهم أربابا ثم تلقوا منهم ثم ماذا؟ دخلوا في طاعتهم على جهة العمل. فهذا هو الموجود في هذا الزمان من اتباع، كما سبق معنا في كلام الشنقيط، ومهم جدا باعتباره قد عاصر نوعا من هذه التشريعات الموجودة في الأرض اليوم، يعني فيقول اتباع القوانين الوضعية أو اتباع التشريع المخالف للشريعة، فهذا لا شك أنه شرك، ولا يشك في كفرهم، كما قال إلى من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. يعني كلام في ماذا؟ في شرك الطاعة، وكلام في الاتباع الموجود في عموم الناس اليوم، كلام قوي جدا. ثم طاعة أخرى وهي معصية،
وهي طاعة الشيطان في المعصية، فتسمى معصية كما سبق معنا، قلنا هذه قد تسمى طاعة على جهة التجوز يعني، وإن كانت في حقيقة أمرها هي استجابة لداعي الغواية، لأن الشيطان ليس له سلطان على من يطيعه، ونفى عنه السلطان كما في آيات سورة إبراهيم: ما كان لي عليكم من سلطان ولكن دعوتكم يعني. فاقتصر على الدعاء، فاقتصر على الدعاء، هي استجابة لدعاء أو استجابة لدعاء. هذا الدعاء إنما هو غواية كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه. فوصف الله تبارك وتعالى بالدعاء، ووصف كذلك بالسلطان، ولكن السلطان الذي وصف ليس هو سلطان الإلزام أو سلطان الأمر والنهي، لأن الشيطان لو كان عنده إلزام لألزم الناس كلها بماذا؟ بطاعته من دون الله تبارك وتعالى، وهذا غير حاصل. فهذه الطاعة هي معصية، يعني طاعة الشيطان في المعصية، والشيطان هو رأس من رؤوس الطواغيت. نعم، فهي معصية. فطاعة الطواغيت قد تكون طاعة شركية، وهي العبودية المذكورة في حديث عدي في مخالفة الشريعة، وقد تكون طاعة هي معصية، وهي طاعة الشيطان لداعي أو إجابة الشيطان في داعي الغواية. وهذه من جنس ماذا؟ من جنس المعاصي. هنا ذكرنا ماذا؟ ذكرنا أنواع طاعة الطواغيت، قد تكون شركية، وذكرنا صورة الطاعة هذه وهي في صورة الاتخاذ، وقد تكون ماذا؟ معصية، وهي طاعة الشيطان في إجابة الغواية. وثم نوع آخر بعضهم يسميها الطاعة في المباح، وليس هناك طاعة في المباح. بعضهم يعني بعض المعاصرين يصطلح هذا الاسم، اسمه طاعة في المباح، وأنا أقول ليس هناك طاعة في المباح. وهذا المصطلح لا وجود له في كتب أهل العلم أصالة. هذه المسألة متصورة وين؟ متصورة في المسلم الذي يعيش تحت سلطان الطواغيت. نعم، مسلم يعيش تحت سلطان الطاغوت. طبعا إذا قلنا مسلم معناه أن المسلم لم يتخذ الأرباب ولا يتلقى من الطواغيت في الحاكمية والتشريع، ولكن هو يجد ماذا؟ يجد شرع عام في هذه الديار، شرع عام يعني فرضه هؤلاء الطواغيت يعني. نعم، هذا الشرع نقول العام الذي فرضه هؤلاء الطواغيت، إذا كان هذا الشرع نعم، هذا الشرع وهذه التشريعات وهذه القوانين التي تكون غالبا من عموم البلوى، نقول إذا لم تخالف الشريعة إذا كانت موافقة للشريعة ومما أذن فيه الشرع أو نحو ذلك، بحيث أن ليس ثم فيها مخالفة للشريعة، فنقول أن المسلم هذا إذا باشر إحدى تلك القوانين فعمل بها أو نحو ذلك، فهذا لا يسمى طاعة، بل هو موافقة، وهي موافقة مشروعة، لأن الشارع أذن في ذلك الفعل، فلا يكون أمر الطاغوت ناسخ لإذن الشارع، لأن هذا الطاغوت لم يأذن بمخالفة الشريعة، إذن كان عمله موافقا للشريعة. نعم، فهذه الأوامر العامة التي شرعها الطواغيت ليس كلها مخالف للشريعة، بل بعضها موافق للشريعة ولا يتعارض مع شرع الله تبارك وتعالى، بحيث أنه لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا تسقط واجبا، وهي من جملة المسكوت عنه أو من جملة مما يتعارف عليه الناس. فهذا قد أذن الله تبارك وتعالى فيه، قد يدخل في أصل شرعي عام، مثلا إعطاء الطريق حقها مثلا، فإعطاء الطريق حقها هذا بما يتوافق مع سلامة ماذا؟ مع سلامة الجميع، فلا حرج في موافقة تلك الأعراف التي اتفق عليها الناس والتي أذن فيها هؤلاء الطواغيت، فهذا يدخل في عموم قوله نعم، قال فأعطوا الطريق حقها. نعم، فمن وافق تلك الأمور التي وجدت في هذه الطرقات فلا حرج في ذلك، وليس هو من الطاعة في مخالفة الشريعة، ولا تسمى طاعة أصلا، بل تسمى موافقة، يعني توافق ماذا أمر الطاغوت مع إذن الشرع،
وإذا كان الأمر كذلك فلا يسمى هذا الطاعة أبدا، بل يسمى موافقة. نعم، وهذا يدخل ضمن ماذا؟ المأذون فيه، بحيث أن الذي يفعل هذا لا يفعله لأن هذا الطاغوت أمر به، ولكن يفعله لأن هذا الأمر أذنت فيه الشريعة. نعم. مثاله كذلك تداول العملات التي يصكها الطواغيت الآن، عملات البلد، ويمنعون من التجارة في غيرها أو من التعامل في غيرها. فهذه نقول أن حكمها ما هو في شريعتنا؟ نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في التعامل بعملات كانت للروم، كانت للفرس، فكان الصحابة يتعاملون بها، بل حددت بها ماذا؟ الديات، وحددت بها كثير من الأحكام الشرعية. فنقول لا حرج في ذلك. إذن من تعامل بها هل أطاع الطاغوت؟ لم يطع الطاغوت، بل قد أذنت له الشريعة بماذا؟ بالتعامل بها. كما كان الصحابة يتعاملون بعمولات هؤلاء، كذلك هو يتعامل بعمولات هؤلاء الطواغيت، ولا حرج في ذلك. وهذا لا تسمى طاعة الطواغيت، هذه ما تسمى طاعة، لأن طاعة الطواغيت أصالة لا تجوز. أما إذا كان أمر الطاغوت موافقا للشريعة، فأنت لما تعمل به قد وافقت الشريعة، لأن هذا أمره لا ينسخ الشريعة حتى يصير المأذون فيه شرعا كفر بالله تبارك وتعالى. لا شك أنه تخبيص يعني في هذا الباب. لذلك إذا حددنا معنى الطاعة ومعنى العبادة، ومتى تكون الطاعة إنما هي من جنس العبادة التي لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى، ومن كان مشركا فيها أشرك بالله. من نظر في النصوص علم أن النصوص الواردة في شرك الطاعة كلها واردة في مخالفة الشريعة. كذلك من تكلم من العلماء كلهم يتكلموا في المعصية، يتكلموا ما في أحد يتكلم في الذي يتكلم فيه جماعة الطاعة في المباح. فهذا المصطلح مهجور ولا وجود له. لماذا؟ لأن الذي وافق إنما هو وافق الشريعة في أصالة فعله، والمخالفة حين التعارض. ثم طاغوت يحرم، وثم الله تبارك وتعالى يحلل. هنا يكون ماذا؟ يكون النظر في عمل العبد. هل يترك أمر الله تبارك وتعالى أمر الطاغوت فيشرك بالله تبارك؟ أما في غير هذه الصورة حتى عقلا غير موجودة، حتى عقلا ننظر يعني في باب عقلا غير موجودة. نعم. طبعا العقل إنما يكون شاهدا على الشرع ولا يكون إماما له. نعم. طيب، الطرح الذي يطرح باعتبار ماذا؟ باعتبار الترادف المطلق بين الطاعة والعبادة. بعضهم يقول أن الطاعة مرادفة للعبادة في جميع أحوالها، يقول الطاعة مرادفة للعبادة في جميع أحوالها، أو من جعلهما مترادفين بإطلاق، مثل المودودي يطرح هذا الطرح ويقول بأن الطاعة هي العبادة. نعم. هذا الطرح لا شك أنه من تأصيلات الخوارج، كما ذكر عنهم يعني القاضي أبو يعلى الحنبلي، قال احتجوا بأن جميع المعاصي طاعة لإبليس. قالوا جميع المعاصي إنما هي طاعة لإبليس. لماذا؟ لأنه يدعو إلى جميعها. قال وطاعته عبادة له، ولا يكون ذلك إلا كفرا. نعم. هذا المعنى الذي ذكره القاضي أبو يعلى، حيث قال في لفظ قوله والجواب أنه ليس إذا كان طاعة له كان عبادة، يعني الشيطان ليس إذا كان طاعة له كان عبادة، لأن العبادة هي الخضوع بالتعظيم والإجلال، وهذا غير موجود ممن أطاع إبليس. قال يبين صحة هذا أنه ليس كل طاعة لله هي عبادة له، كالنظر في معرفة الله قبل لزومها، ولأن هذا يوجب أن تكون طاعة الولد لوالده عبادة له، لأنه قد أطاعه أحد. قال وأحد لا يقول بهذا. لذلك لا بد الإنسان أن ينظر في مزالق أهل البدع، فلا يقع في ماذا في تأصيلات هؤلاء، لأنه إذا وقع هو في تأصيلات هؤلاء حتما في الفروع سيقع في ماذا؟ في موافقتها، لأن الفروع تصححها الأصول. هو إذا تصور أن الطاعة هي العبادة سوف يقع في حرج شديد، وكل ما كان من جهة الطاغوت يتحرج، يعني ما يفعله ويظن أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أن هذا من فرع عن هذا التصور. طيب التصور هذا
ما حكمه؟ تصور غير صحيح، وهو تصور الخوارج في مسألة ماذا؟ في مسألة التكفير بالمعصية والاستدلال على أن المعاصي كلها كفر، باعتبار أن المعاصي هي طاعة لإبليس، وطاعة إبليس عبادة له، والطاعة هي العبادة، إذن المعاصي كلها كفر بالله تبارك وتعالى. طيب، ما هي الصورة التي جعلت فيها الطاعة عبادة؟ ذكرنا أن الصورة التي جعلت فيها طاعة المشرعين خرج غير المشرعين، لأن المولى تبارك وتكلم على المشرعين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، فيتكلم عن الأحبار والرهبان. نعم، في ماذا؟ في مخالفة الشريعة، في التحليل والتحريم وإسقاط الواجبات. وهذا يكون بالتلقي عنهم، لأنه قال اتخذوا، فهم من يتخذ هؤلاء؟ يتخذ هؤلاء أربابا، فيتلقى منهم ماذا؟ التكليف. فلما ننظر في الكتاب والسنة نجد أن الطاعة التي جعلها المولى عبودية للطاغوت هي في مخالفة الشريعة فيما ذكرنا، وخص بذلك الأرباب، فجعلت طاعتهم في مخالفة الشريعة بعد اتخاذهم أندادا من دون الله تبارك. هذا الذي نص عليه السلف كذلك، كما قال كما روي عن أبي البختري قال انطلقوا يعني إلى حلال الله فجعلوها الأحبار، يعني انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حراما، وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالا، فأطاعوهم في ذلك. قال فجعل الله طاعتهم عبادة، يقول هكذا أبو البختري، فأطاعوهم في ذلك فجعل الله طاعتهم عبادتهم، ولو قالوا اعبدون لم يفعلوا. هذه الصورة التي جعل فيها ماذا؟ المولى طاعة هؤلاء عبادة. انتبه، هذا مهم جدا في الفهم. هذه الصورة التي جعلت فيها ماذا؟ الطاعة عبادة. هذا الذي فهمه السلف، هذا الذي فهمه السلف في ماذا؟ في العبادة. كذلك قال أبو العالية، قال روي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال قلت لأبي العالية الربيع كيف كانت الربوبية التي كانت في بني إسرائيل؟ قال ما أمرونا اتمرنا، ما نهونا انتهينا. انظر كقول عبد الرحمن بن حسن في ماذا؟ في المقلد. نعم، وما نهونا عنه انتهينا، لقولهم قال وهم يجدون في كتاب الله ما أمروا به وما نهوا عنه فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. كذلك هذا المعنى هو نفسه اللي نبه عليه من تأخر كعبد الرحمن بن حسن، يقول فظهر أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حله الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا. قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي شركاء لله في العبادة. قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وهذا هو الشرك، فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع، هذا يقول ابن القيم كذلك، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا، كما في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة، ويشبه هذه الآية في معنى قولهم لهم شركاء وشرعوا لهم ما لم يأذن به الله. نعم. كذلك يقول عبد الرحمن بن حسن فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه، وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله ندا، وهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب، نأتي إلى السؤال الذي نجيب عنه إن شاء الله تعالى بعد هذا التأصيل. هل التحاكم من جنس العبادة أو من جنس الطاعة؟ هل التحاكم من جنس العبادة
أو من جنس الطاعة؟ هذا السؤال الذي يمثل عقدة هذه المسألة بعد أن عرفنا الفرق بين العبادة والطاعة، وأن الطاعة أعم من العبادة وتكون عبودية في صورة مخالفة الشريعة باتخاذ الأرباب في التحليل والتحريم. هل التحاكم هو من جنس الطاعة أو من جنس العبادة؟ بداية نقول أن كل ما أمر الله به أو كل ما أمر الله به ففعله ماذا؟ طاعة، كما سبق معنا أن كل ما أمر الله به ففعله طاعة. أمر الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فامتثال يسمى طاعة، ونفس الفعل يسمى ماذا؟ يسمى عبادة، يسمى عبادة يعني ففعله يسمى طاعة. نعم، سواء كان ذلك مع المطاوعة. إذا كان مع المطاوعة فيسمى ماذا؟ فيسمى عبادة، كما قال أبو العباس: ولا تكون الطاعة إلا عن أمر، كما أن الجواب لا يكون إلا عن قول. الطاعة لا تكون إلا عن أمر. نعم، كما أن الجواب لا يكون إلا عن قول، يقال أمره فأطاع، أمره فأطاع. وقال ابن فارس: إذا مضى لأمره فقد أطاعه إطاعة، وإذا وافقه فقد طاوعه. نعم، فنقول بأن كل أمر أمر الله تبارك وتعالى به فامتثاله يسمى طاعة. إذن كل العبادات هي طاعة، كل العبادات هي طاعة. فإذا قلنا باب طاعة الله تبارك وتعالى يدخل فيها كل العبادات. لماذا؟ لأنها كلها هي تسمى طاعة باعتبارها امتثالا. نعم. طيب، كيف نعرف أن هذا الفعل أو هذا القول هو عبادة وليس بعبادة؟ نقول أن القول والعمل إذا أمر الله تبارك وتعالى به، إذا أمر الله تبارك وتعالى به وأثنى على أهله ورتب على ذلك الثواب، وكذلك رتب على عدم فعله العقاب، فنقول أن هذا شنو؟ أن هذا عبادة. نعم، هذا عبادة. يعني الله تبارك وتعالى إذا أمر بشيء وأثنى على فاعله ورتب الثواب على فعله ورتب العقاب على تركه، فهو ماذا؟ فهو من جنس العباد. وهذا كله موجود في باب الحكم والتحاكم، كما قال تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله في باب الأمر في الحكم، كذلك في التحاكم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه، فأمر بالرد إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كذلك في الثناء قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وكذلك في الذم على ترك هذه العبادة قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين في قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله. الآيات. طبعا ابن تيمية حكى الاتفاق على أن التحكيم والتحاكم ومن الواجبات، كما قال: ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، نعم، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء لا يجد في أنفسهم حرج مما حكم به ويسلم تسليما. ثم ذكر آية النساء: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. نعم. فالتحاكم عبادة باعتبار أن الله تبارك وتعالى أمر به وأثنى على فاعله ورتب العقاب على تاركه، وكذلك رتب الثواب على فعله. نعم. طيب، كذلك نقول بأن هذا الأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى به هو ليس من جنس الطاعة، بل هو من جنس العبادة. لماذا؟ لأن ينبغي أن يؤتى به، ينقاد المسلم مع الخضوع. فالتحاكم إنما ينقاد المسلم إليه مع خضوعه. قلنا إذا انضاف الخضوع فكان ذلك من معاني العبادة. فالتحاكم إلى الكتاب والسنة هو خضوع لله. التحاكم إلى الكتاب والسنة حال النزاع هو خضوع لله واستكانة لشرع الله، إذن فهو عبادة لله. كذلك التحاكم إلى الطاغوت فهو خضوع لحكمه وشرعه وسلطانه، فهو إيمان به. ومجرد التحاكم كما سمعنا هو إيمان. الله أمر بالكفر به، أمر بالكفر به، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.
يعني التحاكم إيمان به في مفهوم هذه الآية، وترك التحاكم إليه إيمان بالله تبارك وتعالى. نعم. مما يدل على أن التحاكم هو فيه معنى الخضوع اللي موجود في العبادة. هذا مهم جدا. قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجعل التسليم والرضا والخضوع إنما هو من توابع التحاكم. وهذا لا شك أنه من شأن العبادة. كذلك قوله كما سبق معنا: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الله تبارك وتعالى هنا أضاف ماذا؟ أضاف التحاكم إلى الطاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم. كما أضاف المولى العبادة إلى الطاغوت وأمر باجتنابه والكفر به. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. أن تفسيرية عبادتها، نعم، أن يعبدوها. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. فأضاف العبادة إلى الطاغوت وأمر باجتنابه. الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ففي آية الزمر أضاف العبادة إلى الطاغوت وأمر باجتناب الطاغوت. وفي آية النساء: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أضاف التحاكم إلى الطاغوت وأمر بالكفر به. إذن القرآن يفسر بعضه بعضا. بمجموع الآيتين التحاكم ما هو عبادة. التحاكم هو عبادة، وهذه في غاية الظهور، حقيقة في غاية الظهور، لأن الله قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. اجتنبوا عبادة الطاغوت لهم البشرى. وقال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فأضاف التحاكم إلى الطاغوت وأمر بالكفر به، وهناك أضاف العبادة إلى الطاغوت وأمر باجتنابه، واجتناب الطاغوت هو الكفر به. وهذه كافية لأهل الإيمان في بيان أن التحاكم هو عبادة لله تبارك وتعالى. كذلك في الآية سمى الادعاء المتحاكم للإيمان زعما: ألم تر إلى الذين يزعمون. كما سبق معنا، الزعم هو الخبر الكاذب، فدل على أن التحاكم ينقض الإيمان ويسيره ماذا؟ زعما لا حقيقة له. كذلك مما يدل على أن التحاكم عبادة، انتبه، هو أن العبادة هي حق لله وحده، ولا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى، ولا استثناء في بعضها أو في أفراد، لا استثناء في بعضها وأفرادها. نعم. إذا أثبتنا إذا أثبتنا أن الله تبارك وتعالى لم يأذن بالتحاكم إلى غير الكتاب والسنة في أي قضية من القضايا، كان التحاكم حق خالص لله تبارك وتعالى، فالمولى جعلها كالكتلة الواحدة يستوي فيها من تحاكم إلى الطاغوت في عود أراك كمن تحاكم إلى الطاغوت في أعظم الأبواب كالقصاص والحدود والديات. هذا الطرح يهدم ماذا؟ قضية التحاكم المباح. وما عندهم تحاكم مباح، يباح لك التحاكم، بعضهم يسميه واجب، يجب عليك أن ترد هذه المظلمة ونحو ذلك. فعندهم تحاكم مباح. هذا على تأصيل المداخل الجدد يعني. نعم. هل في النصوص إباحة للتحاكم إلى الطواغيت؟ هل أذن الله تبارك وتعالى في التحاكم إلى الطواغيت في بعض المسائل؟ استرداد المظالم، الله تبارك وتعالى جعل له سبيلا. الله عز وجل جعل طرق في استرداد المظالم. أكيد ما نحن لا نرضى أن تذهب لزيد مظلمته أو يقعد ساكت، مثل ما يقول أنتم الآن إيش بدكم يعني؟ بد أن هذا تذهب مظلمته ويجلس. ما ينقال أنه يجلس، ولكن نحن نقول بأن هذا السبيل غير مشروع. هذا شرك بالله تبارك وتعالى، هذا شرك بالله تبارك. كذلك عباد الأوثان والأصنام، يقول هذا ما عنده أولاد، ومجرب أنه هذا السيد يعطي الأولاد. كيف تمنعوه أنتم من الأولاد؟
كذلك يحتج، وهذا يريد المدد ويريد طلب الولد. نعم، فهل نقول أنه له أن يطلب الولد بدعاء هذا القبر أو بدعاء هذا الولي؟ لا، نقول هذه الطريقة إنما هي كفر بالله تبارك وتعالى، وله أن يطلب الولد بطرق أخرى، يذهب إلى الطبيب يتعالج، أو يدعو الله تبارك وتعالى إذا كان يعني نعم، إذا كان مسلما أصالة، ولكن هؤلاء إنما يهرعون إلى هؤلاء الأوثان فيدعونها من دون الله تبارك وتعالى. هذا الذي ذكرناه في تفصيل، هذا التفصيل في التحاكم فجعله بعضه أو أكثره مباح وبعضه معصية، وهي مباح. المعصية هي مباح ترى، لأن التحاكم ما يكون إلا للضرورة، ما في أحد يروح المحكمة يتنزه، يعني كل من تحاكم فألجأته الضرورة، ذهب ماله ذهب حقه فاضطر إلى استرجاع هذا. لذلك كان التحاكم عندهم كله مباح إلا في بعض المسائل المعدودة واللي سبقناها في الكفر، وهذه حتى هذه أرادوا أن يضيقوا عليها حتى جعلوا يعني ذلك إنما معدودا على الأصابع. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء. فإن تنازعتم في شيء، شوف، فإن تنازعتم في شيء هذه نكرة في سياق ماذا؟ في سياق الشرط فتعم أي شيء تنازعنا فيه، أي أمر تنازعنا فيه فالرد فيه إلى الله والرسول. يقول ابن القيم: نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين. قال: دقه وجله، جليله وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله وبيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى ما لا يوجد عنده فصل النزاع. ومنها أن جعل هذا الرد من موجبات الإيمان، هذا الرد في كل شيء. فإن تنازعتم في شيء جعله من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد قال انتفى الإيمان، ضرورة انتفاء الملزوم من انتفاء لازمه. قال: ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين، وكل منهما ينفي أو ينتفي بانتفاء الآخر. ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة. أنا لم أقف على أي أحد من السلف أو من الخلف قال أن التحاكم هو من جنس الطاعة أو هو فرع على الطاعة أو نقيس التحاكم على الطاعة، ثم رتب عليه التفصيل اللي هو التحاكم المباح والتحاكم المعصية اللي صارت مباح والتحاكم الكفر. أنا أعطيتهم 10 سنوات في ماذا؟ في رد الأول، الآن نزيد لهم 10 سنوات أخرى. نعم، لعلهم يجدون هذا التفصيل وهذا التأصيل ذكره أحد العلماء سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، وهي كتب العلم بيننا وبين أظهرنا، فليبحثوا. يعطونا واحد بس قال أن التحاكم هو من جنس الطاعة، إذن فالتحاكم منه مباح ومعصية وكفر، واحد فقط، واحد فقط، ولن يجدوا. لماذا؟ لأن هذا اختراع، هذه محدثة أحدثوها حتى يجوزوا التحاكم إلى الطاغوت. لذلك هم يستدلون بقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم. قالوا انظروا هنا التحاكم فرع، اقرأ الآية اللي قبلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم. الحكم قدم الله تبارك وتعالى، ثم أمر بطاعة الحاكم. كيف تقول أنت الحكم ثم الطاعة؟ يكون الحكم ثم تأتي الطاعة. كيف تقول أنت الطاعة الحكم فرع عن الطاعة؟ هذا لا شك أنه تأصيل شنو؟ تأصيل غلط. نعم، لا شك أنه تريد تفهم القرآن، افهم القرآن بسياقه وسباقه ولحاقه، لا تفهم القرآن مثل ما تريد أنت. لذلك من علامات أن هذا البحث وأن هذا الطرح الذي طرحه طرح المحدث، من علاماته أنه ما قال به أحد من العلماء. أحد من العلماء الأشاعرة تكلموا في الطاعة، أشاعرة تكلموا في الطاعة وقالوا الطاعة في المعصية معصية، ولكن ما تكلموش في التحاكم. الأشاعرة وما قدروش يتكلموا في التحاكم، ولكن هؤلاء الجهمية هؤلاء حتى التحاكم جعلوه مثل هذا، والله المستعان، والله المستعان.
لذلك لما تنظر في آية التحاكم تجد أن الله تبارك وتعالى أمر بالتحاكم في جميع موارد النزاع، ما استثنى الله تبارك وتعالى أي موضع من مواضع النزاع، بل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مجاهد يقول أن المراد بهذه الآية من تقدم مما ذكره ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت وفيهم أنزلت. مجاهد يقول فيهم ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت وفيهم أنزلت، يعني مجاهد يحملها على من؟ يحمل الآية على نفي الإيمان، يحمل الآية على نفي الإيمان، نفي الإيمان وليس نفي كمال الإيمان، وليس نفي كمال الإيمان. كذلك ابن جرير وابن المنذر رووا كذلك عن الشعبي، فالشعبي كذلك حملها الآيات كلها على من تحاكم إلى المنافق وكذلك اليهود اللذين تحاكما إلى الطاغوت، فجعل هذه الآية إنما هي نزلت في ماذا؟ في المنافق واليهودي، ولا شك أن هؤلاء قد انتفى الإيمان في حقهم، فقالوا فلا وربك لا يؤمنون، يعني ماذا؟ في انتفاء الإيمان. طيب هما يأتون، انظر، ألا يقولون نحن أهل الأثر؟ نحن أهل الأثر. عندك أثر مجاهد والشعبي يفسر الآية، لماذا تترك كلام مجاهد والشعبي؟ أنا أريد تفسير فقط، أنا أريد نفهم فقط. أنتم أهل أهواء تقولون نحن نتبع الآثار، تتركون قول مجاهد وقول ماذا؟ الشعبي وتأخذون قول السمعاني. نعم، نريد تفسير فقط، يعني لماذا تتركون الأثر اللي خالف أهواءكم؟ لماذا تتركون الأثر الذي خالف أهواءكم؟ إذا كان هو فسرها بانتفاء الإيمان، فسرها في من نزلت فيهم الذين الله تبارك وتعالى قال ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ثم قال فلا وربك لا يؤمنون، نفس السياق، نفس الآية. ثم أزيدكم برهان آخر، برهان هذا لو تدبرتموه لا يعني لخرج الذي في رؤوسهم حقيقة. هذا الأثر نزل كما ذكر ذلك البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وعبد الرزاق، كل أهل التفاسير وأهل السنن ذكروه أنه نزل في الزبير بن العوام قالوا أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان بها كلاهما النخل، الشراج هو مسير الماء من المرتفع إلى السهل. نعم، والحرة هي الأرض الصلبة الغليظة، الأرض الصلبة الغليظة. قال أبو عبيد الشراج هو مجاري الماء من الحرار إلى السهل. نعم، وقال الحرة هي الأرض التي ألبست حجارة سوداء، وكان واديان من أودية المدينة يسيلان بالمطر فيتنافس أهل الحوائط في سيلهما، يعني كان واديان يسيلان فيتنافس ماذا؟ أهل الحوائط عندهم بساتين في ماذا؟ في سيلهما. هذا من الحقوق. هذا يظن الزبير يظن أن الماء هو الذي سبق إليه، وإن كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى للأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب، فهذا يظن أنه أحق بهذا الماء وهذا يظن أنه حق بهذا الماء، فاختصم على الماء. هذه الخصومة أين؟ خصومة في ماذا؟ في حق من الحقوق، في حق من الحقوق. نعم، في حق من الحقوق. فقال الأنصاري سرح الماء يمر، سرح الماء يمر. قال فأبى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. قال فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار، ثم أرسل الماء إلى جارك. قال واسترعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان
قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار إلى الزبير برأي أراد فيه استيعاله وللأنصار، فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار استرعى للزبير حقه في صريح الحكم فقال الزبير ما أحسب هذه الآية قال ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا رواه البخاري تحت باب ماذا؟ باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. حكم يعني النبي أول شيء أشار إليهم بماذا؟ بالصلح بين الأنصاري وبين الزبير، فلم يرضى الأنصاري فحكم بالحكم البين فاسترعى استوفى للزبير حقه. طبعا الآية هي في التحاكم، نزلت في حق من الحقوق وفيها نفي الإيمان، وفيها ماذا؟ وفيها نفي الإيمان. انتبه. حكى داود فيما نقله عن القاضي عياض عنه أن هذا الرجل كان منافقا. قال فإذا قلت فيه أو ذكر فيه أنه من الأنصار قلت قال النووي لا يخالف هذا قوله فيه أنه من الأنصار لأنه يكون من قبيلتهم لا من أنصار المسلمين. قلت يعني يعكر على هذا قول البخاري في كتاب الصلح أنه من الأنصار قد شهد بدرا. قد شهد، لأن الرواية عند البخاري قد شهد بدرا، ويدل عليه أيضا قوله في الحديث في رواية الترمذي وغيره فغضب الأنصار فقال يا رسول الله ولم يكن غير المسلمين يخاطبونه صلى الله عليه وسلم بقولهم يا رسول الله وإنما كانوا يقولون يا محمد. قال ولكن أجاب الداودي عن هذا الرجل بعد أن جزم أنه كان منافقا بأنه وقع منه ذلك قبل شهوده بدرا. يعني في التوجيه قالوا أنه كان منافق قبل شهوده بدرا لانتفاء النفاق عمن شهد بدرا. وأما قوله من الأنصار فيحمل على المعنى اللغوي يعني ممن كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعنى أنه كان من الأنصار المشهورين، لا أنه كان من الأنصار المشهورين. يعني يقول بعض الشروح أو بعض شراح الحديث أن هذا كان منافقا وتسميته أنصاريا لا بنسبة أنه من الأنصار المؤمنين، ولكن هذه إنما تطلق عليه وعلى غيره. وفي قوله البخاري أنه شهد بدرا قال هذا الذي وقع منه قبل أن يشهد بدرا. الواحدي سماه في أسباب النزول قال إنه حاطب بن أبي بلتعة، وكذلك سماه محمد بن الحسن النقاش. ورد عليهم بأن حاطب كان حاطب مهاجري وليس أنصاري، ولم يكن أحد من المهاجرين منافقا. نعم. قال النووي قال العلماء لو صدر مثل هذا الكلام، هذا مهم جدا، يعني قال العلماء لو صدر مثل هذا الكلام اليوم من إنسان جرت على قائله أحكام المرتدين، يعني لو أحد يقول الكلام هذا تجري عليه أحكام المرتدين فيجب قتله بشرطه. قالوا وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس، كان النبي في أول الإسلام يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن. قال ويصبر على أذى المنافقين الذين في قلوبهم مرض. هذا مثله ذو الخويصر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يقول دعني أقتل هذا المنافق، أضرب عنقه، قال دعه يخرج من ضئضها، ثم ذكر الحديث. فكان يترك أمثال هؤلاء في بداية الإسلام، كان يترك حتى لا يقال أو لا يقول العرب أن محمدا يقتل أصحابه. إذن هذا الأنصاري في هذا الحديث فيه ماذا؟ بعضهم قال أنه كان منافق واختلفوا في ماذا؟ في توصيفه وفي ذكره. ولكن انتبه، أنا أريد أن أنبه أن سبب نزول هذه الآية أين؟ في حق من الحقوق. سبب نزول فلا وربك لا يؤمنون هي نفي الإيمان في التحاكم إلى حق من الحقوق. كل من عنده عقل ويتبع الأثر يعلم أن التحاكم في الحقوق يدخل في ماذا؟ في التحاكم، ويدخل في قوله فلا وربك لا يؤمنون بهذا الأثر.
بهذا الآثار. لماذا يتركون هذه الآثار ويسمونه مباحا؟ ويأتي معنا أن ألم تر الذين يزعمون يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت نزلت كذلك في مدرعة في حق. فهذه آيتان في التحاكم من أعظم الآيات في التحاكم، نزلت في ماذا؟ في الحقوق، نزلت في الحقوق. هذا إن شاء الله تعالى حتى لا أطيل نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.